صباح الخير، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين وبخير. من كام يوم كده نزلت على المنتدى عاملين ايه، وفي اول 10 دقايق لقيت كميه رسائل مش طبيعيه، بجد لقيت كميه احباطات ومشاكل واسئله كتير جدا عن المراجعه كان لازم ارد عليها كلها. في الفيديو ده كمان هقول لكم على حاجه هتستغربوها مني ان انا بقولها، بس ده الوقت المناسب ان انا اقول الحاجه دي. انا كنت ناوي ان انا هرد على التعليقات عادي جدا، بس لما لقيت كميه الرسائل دي ولقيت ان هي حاجات كتيره جدا المفروض يترد عليها برسائل طويله، قررت ان انا هعمل الفيديو ده. وللاسف اتاخرت في تنزيل الفيديو بسبب ان عينيا كانت بايظه جدا، ما كنتش عارفه اصور الفيديو، هي لسه يعني شويه بتتعافى، بس الحمد لله اول ما حسيت ان هي اتحسنت شويه عملت الفيديو. بجد يعني في حته صغيره بس عايزه ارغي فيها، بجد احساس ان انت تكون سليم ومفيش اي حاجه فيك بتوجعك او حاجه مضايقاك دي لوحدها بالدنيا. فلو اي حاجه مضايقاك ومعكنين عليك حياتك ايا كانت ايه هي وانت صحتك كويسه، فدي لوحدها بالدنيا بجد. يعني انا الم عينيا كان معكنن عليا حياتي. بعدين بقى عن الرغي والحاجات الكتير اللي انا بدخلكم فيها دي، بنت بتقول ملخص احساسي الفتره دي: بكيت من فرط التعب هذه المره، لم تسعفني الكلمات ولم اجد يدا تربط على كتفي، بكيت لاني اقف في منتصف المعركه احارب بيدين مبتورتين. كل تعليق قراته من التعليقات اللي انتوا كتبتوها فكرني باحساسي في وقتها واحساسي في الوقت ده من ثانويه عامه، وقت المراجعات اللي هو اصعب فتره ممكن تعدي عليك. انا لحد شهر 4 كنت دايما بقول ان المذاكره سهله او ان السنه بتبقى سهله، من اول شهر 4 الموضوع بيبدا ان هو يبقى صعب والدنيا بتبقى موتره عشان تكون دخلت في فتره المراجعات تعرف تراجع ولا تذاكر، وبجد توهان. انا حاسه بكل حرف بيتقال. تاني تعليق بيقول الوضع صعب، فيه تخبطات جامده، المدرسين عاوزين يجروا وخلاص، ساعات المدرس من كتر السرعه بيحل السؤال غلط وما يعرفش غير لما حد يقوله. التعليق ده عليه 98 لايك، يعني في 98 حد برضو بيعاني من نفس المشكله. انا زي ما قلت من شويه الفتره دي هتبقى من اصعب الفترات اللي هتعدي عليك، فانت لازم تتاقلم مع سرعه المدرسين، لان انا كمان كان بيحصل معايا كده، وانا كمان كنت بعاني من كل المشاكل دي. ما تفكرش ان انت لوحدك، ان كل واحد فيكم يحس ان هو لوحده اللي حاسس بالمشاكل دي، ده طبيعي جدا ان انت تكون حاسس بكده، والمدرسين بيجروا علشان يلحقوا يخلصوا المناهج، فانت لازم ان انت ما تعتمدش اعتماد كلي على المدرس. وزي ما قلت لكم في اول فيديو ان انا هقول لكم حاجه انتوا هتستغربوا ان انا بقولها، لان انا كنت بقول ما توقفوش دروس، انت لازم تكمل في الدروس. طبعا مش هقول لك دلوقتي ان انت هتوقف دروس، بس انا هقول لكم ما تعتمدوش على الدروس اعتماد كلي. انا في الفتره الاخيره وفتره المراجعات ما وقفتش دروس، بس انا كنت بنزل الدروس اللي انا محتاجاها، ما وقفتش ولا درس. يعني انا كل الدروس كنت بنزلها، بس في حصص معينه كنت بحس ان هي مش هتفيدني في حاجه، فكنت بكنسل الحصه دي وما كنتش بنزلها. احاول ان انا اوفر اكبر وقت ليا عشان احاول ان انا الم فيه، لان المدرسين بيكونوا في الفتره دي ماشيين بسرعه وانت مش بتكون ملاحق معاهم، خصوصا كمان ان هو بيكون لسه في جزء جديد هم مش خلصوه، فانت بتحس ان انت مش لاحق تلم كل ده. فانت في فتره المراجعه عشان تكون بتراجع صح ما ينفعش تعتمد على المدرس اعتماد كلي، انت لازم تكون معتمد على نفسك، بتحل لوحدك، مفيش ولا نقطه بتفوتها، حتى لو هو بيجري في المنهج انت ما بتفوتش ولا نقطه. كل الحاجات دي انت بتعملها مع نفسك، ما تعتمدش على المدرس. فتره المراجعات انت بس بتنزل الحصص اللي انت عارف ان انت هتستفيد منها. انا مثلا من نوع لو رحت للمدرس وانا ما رجعتش الجزئيه اللي هو هيراجعها مش هستوعب منه اي حاجه، لازم انا اقعد اراجعها الاول في البيت لوحدي وبعد كده اروح له واسمعها منه تاني وهو بيراجعها، ده بيثبت لي المعلومات اكتر. في ناس هتقول مثلا انا راجعتها لوحدي فخلاص مش هروح، فعادي تقعد. في ناس بتحب تروح تثبت فتروح. فلو كنت انا ما راجعتش الجزئيه دي لوحدي انا عارفه ان انا لو رحت للمدرس مش هستفاد. في ناس ممكن تكون بتستفاد عادي، الفكره في ان انت تكون عارف ايه اللي انت بتستفيد منه وتنزل له. لو الحاجه دي مش بتفيدك ما تنزلهاش، لو الحصه دي مش بتفيدك ما تنزلهاش. مهما كان الوضع الحمد لله دائما وابدا الفتره هتعدي. ما تنسوش يا جماعه دايما ان انتوا تحمدوا ربنا على كل حاجه بتعدوا بيها، عشان دايما يكون ربنا معاكم. من غير توفيق ربنا صدقني عمرك ما هتوصل لاي حاجه انت عايزها. الواحد زهق وعاوز يغير كل المدرسين ومش عارف العيب عند مين، ربنا يرحمنا برحمته عشان الواحد خلاص. اوعوا تغيروا مدرسين في الفتره اللي انتوا فيها دي، لان انت هتقعد تغير مدرسين وتتشتت. مش بقول لك ان انت لو في مدرس بتاخد معاه مش عاجبك افضل معاه، لكن ما تجيش مثلا واحد بيقول لك ده المدرس ده عنده مراجعه فظيعه جدا لازم تروح له، ده المدرس ده عنده مراجعه رهيبه لازم تروح له. ما تروحوش لمدرسين وتجربوا مدرسين كتير. حاولوا ان انتوا تثبتوا مع مدرس واحد عشان ما تشتتوش نفسكم، كمان ده هيضيع لكم وقت كبير جدا. يعني انا لسه بقول لكم حاولوا ان انتوا توفروا وقتكم، ما تنزلوش كل الدروس، انزلوا كل المواد. يعني ما توقفش ولا درس، مثلا تقول مثلا الماده دي انا بذاكرها كتير او ان انا مثلا حلو فيها فهسيبها وانزل باقي الدروس. صدقني الماده اللي انت هتسيبها ومش هتنزل فيها درس دي هتراكمها جدا وهتهتم بباقي المواد التانية، لان المواد اللي انت بتنزل لها دروس المدرسين هيدوك فيها تاسكات معينه هتخلصها وهتسيب الماده التانية وتركنها عشان انت مش في حد مثلا متابعك فيها او مش في حد مثلا هيديك فيها تاسك معين تخلصه، فبتخلص المهم وتركنها. انزلوا كل الدروس بس ما تنزلوش كل الحصص. واحد بيقول
بنقول افتكروا دايما ان الوقت ده هيعدي، مالكوا يا ابطال على اخر فتره كده نتعب، لازم نكمل للاخر مهما كان مستوانا. والله كرم ربنا كبير، مهما كنت مقصر خلاص اعمل اللي عليك الفتره دي وكله هيعدي وهتبقى ذكريات. ما تفكرش بالكليه ابدا، فكر ازاي تستغل الوقت ده لصالحك، تلم كل حاجه في المذاكره على قد ما تقدر، ركز على انك تخلص المنهج بعدين حتى لو ما حلتش الا اجزاء صغيره، انت فاهم المنهج وذاكرت كله، ربنا معانا ويا رب نخلص على خير دعواتكم. خليك فاكر دايما ان اللي بينجح في الاخر هو اللي نفسه طويل وهو اللي بيكمل للاخر، مش اللي بيبدا بكل طاقته ويجي في النص ويقف. لازم تكمل للاخر، وانت ما كملتش بكامل طاقتك للاخر صدقني هتضيع كل التعب اللي انت عملته. باقي شهرين او شهر ونص تحمله الفتره دي اصعب فتره ممكن تعدي عليك، بس لو انت اتحملت الفتره دي صدقني نتيجتك بعد كده هتنسيك كل التعب اللي انت تعبته. هو المفروض نراجع كم مره قبل الامتحان؟ يا ريت تجاوبيني. مفيش حاجه اسمها المفروض نراجع كم مره، انت بتراجع زي ما انت ماشي، ولو اتبقى معاك وقت بتراجع تاني، وقبل الامتحان بتراجع تاني. انا مش فاكره انا راجعت كم مره ومش فاكره ازاي اصلا رجعت. انا فتره المراجعه دي عدت عليا انا كنت ماشيه فيها كده بالبركه بجد، ما كنتش عارفه انا بعمل ايه. فالتوهان والاحساس اللي انتوا حاسين بيه ده طبيعي جدا، وما تسالوش بقى المفروض نراجع كم مره ولا ايه الكلام، لان انتوا هتلاقوها جايه كده مع نفسكم. ممكن تلاقي نفسك رجعت مرتين، ممكن تلاقي نفسك رجعت مره واحده، على حسب انت هتخلص ازاي وعلى حسب ظروفك هتمشي ازاي، ومش كل واحد ظروفه زي التاني. فراجعوا واعملوا اللي عليكم دلوقتي، وما تفكرش بقى في قدام هتراجع كم مره، هي كل حاجه بتيجي لوحدها. صدقوني بجد فتره المراجعه دي خليك ماشي كده وكل حاجه هتيجي لوحدها. متوتره قوي وضايعه في معظم المواد ومش عارفه اعمل ايه، تايهه بطريقه غريبه بجد. السنه دي مرهقه من كل النواحي، بتمنى من ربنا يكبرني ويعوضني خير عن كل اللي مريت بيه. ربنا مش بيضيع تعب حد ابدا، والسنه فعلا مرهقه، بس انت وصلت للاخر، وصلت لاخر حاجه خلاص. باقي شهرين وهتخلص السنه المرهقه المتعبه، وبعد ما تخلص مش هتفتكر منها ولا حرف بجد. بعد ما تخلص ثالث سنه مش هتفتكر من ده اي حاجه، ولو افتكرت منه حاجه هتفتكرها وانت فخور بنفسك وانت حاسس ان انت الله انا عديت بكل ده ازاي. الوضع صعب جدا، حاسه مش هلحق اعمل حاجه، انا مش عاوزه انجح بس انا عاوزه اجيب مجموع كبير وافرح بابا. احساس ان انت تكون حاسس ان انت مش هتلحق دي احساس طبيعي جدا. انا لحد ما دخلت الامتحانات وانا حاسه ان انا اللي هو هي طب دي ممكن ادخلها، او هل انا ممكن اقدر ان انا اوصل للحاجه دي، لحد ما نتيجتك بتظهر انت بتكون مش مصدق ان انت قدرت توصل للحاجه دي، وبتكون حاسس ان الطب دي مش بيوصل لها، او الكليه اللي انت عايزها يعني مش بيوصل لها الا الناس الخارقين بقى الدحيحه اللي هم بص بيقطعوا الكتب. حتى الناس اللي بتقطع الكتب والناس الدحيحه دول كمان بيكونوا مفكرين ان هم مش هيلحقوا، وبيكونوا كمان متوترين زيكم، بيكونوا حاسين ان هم مش هيقدروا يوصلوا للكليه اللي هم عايزينها. عندي سؤال، يعني لما اشتري كتاب مراجعه نهائيه موثوق زي الامتحان وبعدين اتدبس في اني لازم اشتري كتاب المراجعه بتاع سين من المدرسين مثلا عشان كل شويه يقول هديكم واجب منه وهنحل مش عارف قد ايه منه، وده طبيعي اني معيش مشكله معاه ويكون كتاب فعلا جامد وفيه 3000 سؤال وفوق ال 1500 فكره ومش عارف 30 بوكلت وهكذا. السؤال بقى انا المفروض اخلص كل كتب المراجعه النهائيه اللي هشتريها ولا لا؟ يعني شخصيا ما اقدرش اكون رايح الامتحان خلاص في الطريق ويكون في صفحات لسه ما اتحطش فيها قلم حتى لو قليله. انا عندي كتب المراجعه بتاعتي والله العظيم نصها مش محلول. كتاب نيوتن حليت فيه بس الامتحانات الاخيره، وباقي الكتاب كله فاضي، الكتاب نضيف. كتاب الايزو برضه نضيف بتاع المراجعه. في كتب كتيره جدا انا ما حلتهاش وما لحقتش ان انا احلها. فتره المراجعه دي انا كنت مفكره ان انا هحل فيها 600 الف كتاب، بس في الاخر لقيت ان انا بجد ما لحقتش ان انا احل فيها كتير. ومش انا لوحدي، كل اصحابي كانوا كده، والناس اللي قبلنا كمان. لما كنت انا بسال وانا في ثانويه عامه لقيت الناس اللي قبلي برضو كانوا بيقولوا ان هم نص كتابهم كانت فاضيه. فما تشتروش كتب كتير على الفاضي. فلو انت في مدرس مثلا حاسس ان هو هيديك مذكره مش هتكون مفيده ليك مش تشتريها وسيب المدرس وروح لاي مدرس تاني. لكن لو انت شايف ان المذكره دي هتكون مفيده ليك، او ان انت فعلا انت بتقول مثلا ان فيها اسئله كتير وافكار كتير، عادي اشتريها جنب الكتاب وشوف افكارها وحل منها على قد ما تقدر. مش لازم تكون بتحل من المذكره دي بس، يعني حل من المذكره والكتاب اللي معاك، حل بالتوازي من كتب مختلفه عشان تكون شفت افكار مختلفه، ومش لازم تخلص كل الكتب. انا كنت عايز اسال حاجه، هو الافضل ان اراجع كل ماده على بعضها ولا انه اجزأ المواد بالتوازي مع بعض؟ اوعوا تراجعوا كل ماده لوحدها وتسيبوا باقي المواد تركنوها، لازم تراجعوا كل المواد بالتوازي مع بعض، عشان بجد دي اكتر حاجه غلط ممكن تعملوها. هتهتموا بماده على حساب ماده تانية وبعد كده ترجعوا تندموا ان انتوا في مواد اهملتوها على حساب المواد التانية. في برضو مشكله برضو لاحظتها من التعليقات، ان انتوا بتقولوا ان انتوا بتناموا كتير جدا الفتره دي. احساس ان انت تكون عايز تنام كتير ده بيجيلك من ان انت حاسس ان انت وراك حاجات كتير فبتكسل. انتوا عارفين لو انتوا في اجازه صدقوني مش هيجيلكوا نوم. لما بيكون ورايا مذاكره او بيكون ورايا حاجه هصورها او بيكون ورايا اي حاجه عموما هعملها، ببقى النوم ده بالنسبه لي حاجه عظيمه. ممكن انام 24 ساعه في ال 24 ساعه، بس ده عشان انا حاسه ان في حاجه ورايا لازم اعملها. فاحساس ان انت تكون عاوز تنام ده طبيعي، بس اللي مش طبيعي ان انت تستسلم لاحساس النوم ده، لان انت بيكون متهيأ لك ان انت عايز
عايز تنام، انت مش بتكون عايز تنام، دي بتكون تهيؤات عشان انت بتكون حاسس ان انت وراك حاجات كتير تعملها. فما تستسلموش لشعور النوم وحاولوا تقاوموا ده، واعرفوا ان دي حاجه كده مخك بيخدعك بيها عشان تكسل تعمل كل الحاجات اللي وراك. يا جماعه والله العظيم بجد باقي شهرين بجد، فحاولوا ان انتوا تيجوا على نفسكم حتى لو في النوم شويه عشان تقدروا تحققوا اللي انتوا عايزينه. مش بقول لكم ان انتوا مثلا ما تناموش الوقت الكفايه ليكم، ما تنامش اقل من 6 7 ساعات، بجد ما تنامش اقل من كده. واللي بيقول لك انا بنام 3 4 ساعات ده ما تعملش زيه، لان انت في الفتره دي محتاج التركيز جدا، زي ما انت محتاج ان انت تذاكر وتعمل اللي عليك، محتاج برضو انت تكون نايم كويس عشان تكون مركز. الوقت ده صعب بجد، ضغط وفي الاحياء من اول الدي ان ايه وانا مش عارفه احل اي سؤال فيه. الدي ان ايه ده اكتر حاجه بجد كان بيجي عليها اسئله خداعه، واكتر حاجه بجد كانت بتغلطني، واسئله فيه واسعه جدا. عموما الاحياء كلها اصلا الاسئله فيها واسعه جدا، بس انت مش هتقدري تحلي المشكله دي نهائي غير ان انت تحلي كتير جدا عشان يكون عندك خلفيه كويسه عن الاسئله، وان انت تكوني شفتي افكار كتير فتقدري تحلي اي سؤال. ضمني في الامتحان ان انت يكون عدى عليك افكار كتير للاسئله، فاي سؤال حتى لو كان صعب هتعرفي تحليه من خبرتك في الحل وان انت حليتي كتير قبل كده. هي صفر للحياه عموما مش الثانويه بس، كله مستني يشمت فيا حتى من اهلي. يا رب خليك معايا لا الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا جماعه بجد ما تركزوش مع حد، ما تركزش مع اي حد ممكن يشمت فيك، بالعكس انت لازم تاخد ان ده تحدي ليك ان انت تعمل اللي عليك اكتر. وحتى لو مش قدرت تعمل الحاجه دي ومش اثبتت لهم نفسك ولا اي حاجه، مالكش دعوه بحد وما تفكرش في حد، وما تحطش نفسك ان انت تكون موضع ان حد يشمت فيك اصلا. يعني ما تحطش نفسك في المكان ده، ولا تفكر في الناس. اللي عايز يشمت يشمت، واللي عايز يعمل اي حاجه يعملها. ما تشغلوش بالكم بالحاجات دي، ولو انتوا هتشغلوا بالكم بيها انتوا تخلوها حاجه تكون دافع ليكم ان انتوا تعملوا اكتر، وان انتوا تثبتوا لهم العكس. مش تحطوا الموضوع في دماغكم ان انتوا تحبطوا وتتضايقوا، يكون ده محور حياتك وده اللي معكنن عليك حياتك. هو انا لو بدات دلوقتي حصه بحصه مع المراجعه وحليت كتير مع المدرسين وذاكرت كويس، هل هقدر اخلص؟ في امل ان ادخل طب ولا مستحيل؟ قولي لي بصراحه، ولو في اعمل ايه الفتره دي بجد والنبي انجديني اخر فرصه لحلمي وتعب اهلي واكبر بخاطرهم. يعني انت بتقولي ان انت هتذاكري حصه بحصه وتحلي كتير مع المدرسين وتذاكري كويس، هل هتقدري؟ مش انا اللي هقدر اقول حاجه زي كده، بس كل اللي انا اعرفه ان انت اولا ما ينفعش تسالي حد السؤال ده لان محدش يعرف الاجابه، بس اللي انا اعرفه ان اللي بيتعب واللي بيعمل اخره ربنا بيديه بيجازيه على قد تعبه واكتر كمان. فاعملي اللي عليكي، وطالما بتعملي اللي عليكي يبقى ان شاء الله ربنا يحقق لك اللي انت عايزاه. مش عارفه اربط بين قوانين الحديثه، مش عارفه ليه. الحديثه دي من اسهل الاجزاء اللي في الفيزياء لان هي تكون مباشره واسئلتها في الامتحان بتيجي مباشره جدا. انا كنت بتلخبط برده في القوانين وحفظها كتير، بس انا كنت بحاول ان انا الخصها، وكنت بجيب كشكول كده واكتب فيه كل القوانين علشان احفظها، لان انت لما بتكتب الحاجه بتثبت في مخك اكتر. فحاولي ان انت تلخصي القوانين دي في نفسك، ان انت ربطتي الاحداث ببعضها. حاولي ان انت تربطي كل درس باللي قبله، يعني تحاولي انت تربطي كل حاجه جديده بتاخديها باللي قبلها عشان تعرفي تفرقي ما بينهم. نفسيه في النازل وتضييع الوقت في الطالع. انتوا بتعملوا اشعار من الالم بتاعتكم. كل مدرس بيضغط تحت مسمى انا طول السنه سايبكم ودلوقتي من حقي انكم تهتموا ومادتي الاهم. طب احنا فين؟ المدرس دايما بيكون خايف على مصلحتك، ودايما هيحسسك ان مادته هي اهم ماده. بس احنا بجد كان في مدرسين عندنا بيحاولوا ان هم يظبطوا معانا المواد الثانيه جانب الماده بتاعتنا. يعني كان في مدرس بيقول لنا انه احنا حتى لو قفلنا الماده بتاعته، فالكلام ده اجابه على سؤالك. يعني انت لو اهملت المواد الثانيه على حساب الماده دي مش هتقدر تجيب مجموع. لازم توزع اهتمامك بالتوازي على كل المواد، مش ينفع تجيب ماده على حساب ماده ثانيه. فمش تحاولوا ان انتوا تخلوا المدرسين هم اللي متحكمين في حياتكم الفتره دي بشكل كامل. حاول ان انت تبقى انت ماشي نفسك. الفيديو طويل انا عارفه بجد، بس بجد كان لازم ارد على كل الحاجات دي. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. بس كده انا خلصت الفيديو بتاعي، باقي سلسله الفيديوهات بتاعت اهم اجزاء في كل ماده انزلوا ان شاء الله بعد الفيديو ده. بجد انا اسفه لو بتاخر عليكم في الفيديوهات، بس بجد بتكون حاجات كلها غصب عني زي عينيا. ادعوا لي ان هي تخف بالكامل. الناس اللي لسه ما شافتش الفيديو بتاع ايه اهم الاجزاء اللي هتيجي في العربي والانجليش، هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف تحت. بس كده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، وطبعا تشتركوا في القناه وتبعتوا الفيديو لكل اصحابكم عشان الباقيين يستفادوا، علشان ممكن يكون في حد من صحابكم عنده مشاكل زي دي فيلاقي ليها رد. ولو في اي حد عنده اي مشكله تانية يكتب لي في الكومنتس وان شاء الله احاول ان انا ارد عليه. وبس كده، باي باي.